مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء الثاني والملف الجديد نتحدث عن سوق العقارات المصرية ما بين التصدير وما بين الاستخدام الداخلي، وفكرة تقنين العقار ووجود وسائل تكنولوجية جديدة لوضع العقار أمام المستورد أو من يريد شراء العقار من خارج مصر، وما بين الطالب العقار داخل مصر، فتكون الأمور بشفافية كبيرة على مواقع خاصة. فبعد إعلان هذه المنصة الرقمية مصر العقارية، كيف سيكون الوضع؟ سنتحدث في هذا مع ضيفي في هذه الحلقة المهندس مجدي منصور، خبير التنمية العقارية. باشمهندس تحياتي وأهلا وسهلا بك. أهلا بيك. يعني في البداية طبعا دخول التكنولوجيا والرقمنة لأي جهة أو لأي صناعة هو جزء مهم وجزء أساسي الآن. رؤيتك في البداية لهذه المنصة العقارية كمطور تنمية عقارية؟ بعد تحية لمعاليك وللسادة المشاهدين، طبعا احنا عارفين ان مصر الرقمية انطلقت، والنهارده نقدر نقول ان اتسجل في مصر الرقمية ما يقرب من حوالي 8 مليون عضو في مصر الرقمية، ما بين خدمات عامة كتير بتقدر تقدمها مصر الرقمية، يضاف إليها مؤخرا المنصة العقارية اللي انطلقت أخيرا. ويمكن كان الهدف الرئيس في الموقف دوت هو تصدير العقار، لأن احنا لما نيجي نتكلم هنلاقي أكتر الناس المستفيدة من ذلك هم العاملين بالخارج أو المستثمرين بالخارج، في إن هم يلاقوا منصة حكومية يقدروا يرجعوا لها لما يحبوا يشتروا أي حاجة في مصر، في ترقيم للعقار اللي متواجد في مصر، في صيغ قانونية يقدروا يشتغلوا عليها. فبالتالي أنا بقول من وجهة نظري في جهة واحدة بتقدم لهم هذا العقار بالسعر الرسمي أو بالسعر المتفق عليه موجود على العقار، يعني بتقلل قصص دخول بقى وسطاء، أو يبقى في جهة رسمية احنا بنتحدث معاها دايركت مرة واحدة. أضيف إلى ذلك كمان كلام عليك مظبوط تماما، وأضيف إليه كمان النقطة القانونية، إن أنت النهارده بتتعامل مع جهة رقابية كبيرة وهي الحكومة المصرية اللي بتشرف على ذلك في وجود آليات لكل الأماكن أو لكل العقارات اللي هتكون متواجدة على المنصة. فبالتالي أنت كمستثمر محتاج تبقى مطمئن، ودي كانت نقطة مهمة جدا ممكن طالبنا بيها كتير، ان تصدير العقار محتاج بعض التشريعات، محتاج بعض المساعدات علشان نقدر نصدر العقار بشكل قوي بره مصر، ودينا بنشوف المنصة العقارية بتنطلق عشان بإذن الله تساعد في ده. طيب لما نيجي نتكلم على العقار، وان احنا اتكلمنا عليه كتير ان هو كنوع في مصر مخزن للقيمة، وأي واحد عنده أرض أو أي عنده عقار هو شايف إن دي حاجة بقت ثمينة جدا، لو هي تكلفتها بنقول مليون هو عايز يبيعها ب2-3 مليون عشان يكسب فيها كنوع من أنواع الاستثمار. ده بيوجد مشكلة تانية من ناحية تانية، إن الطلب مرتبط بالسوق وبالعرض وبالموجود، وداخل بقى في صناعة العقار والتنمية العقارية بقى فكرة أسعار الحديد، ويمكن احنا في النص الأول كنا بنتكلم على مشاكل صناعة الحديد في مصر، بنتكلم على صناعات أسمنت، صناعات بقى مغذية، 90 صناعة داخلة في صناعة العقار. ما بين الأسعار العالية والتخوف من الدخول إلى ما يسمى بالفجوة العقارية، هل ممكن خطوة زي دي تساعد؟ أنا شايف بصراحة إن الارتباط ما بين الأسعار وما بين المنصة يعني مش هيبقى كبير، خصوصا إن النهارده أنت عندك عوامل خارجية هي مالهاش علاقة بالتسعير، يعني الحديد زاد، الرملة زاد، الكلام ده كله زاد. أعتقد إن المنصة في حل منه، أنا مش هقدر أشيل المنصة حل من قبل ما تولد، فبالتالي أنا خايف إن أنا أشيل المنصة حل زي التسعير أو الأسعار، وللأسف هي تبقى مش سبب في ده، وده للأسف يخليها تتراجع أو الناس تبص لها بوجهة نظر خاطئة. فأنا شايف إن التسعير ملوش علاقة تماما بالمنصة، المنصة هي مجال للعمل بشكل قانوني، بحاول أصدر العقار للمستثمرين بره مطمئنين، خصوصا إن معظم يمكن حتى شريف بيه الشربيني لفت نظر الناس في المؤتمر وقال إن جات لنا شكاوي كتير بسبب بعض طبعا ما نقدرش نقول كل الفئات البروكرج أو الوسطاء هم مسببين لأخطاء، لكن في بعض منهم للأسف كان بيسبب أخطاء مع الجاليات المصرية اللي بالخارج أو المستثمرين بالخارج. فتداركا لدوت احنا بنحاول ان احنا نشتغل بشكل بروفيشنال وبنشتغل بشكل قانوني، وادينا بنعمل المنصه ومنتظرين، لكن التسعير ما اقدرش. طيب هي مش المنصه الاولى يعني طبعا، بس دي المنصه الحكوميه التابعه لوزاره الاسكان والمعلومات، وبتبقى عليها اشراف
حكومي بشكل ما. وطبعا يمكن فكره التسعير لسه احنا مش عارفين هل يتم وضع تسعير او قيود على التسعير او فكره مراجعه للاسعار ام لا، لسه هنشوف برضو المنصه لانها في طور التمهيدي. لكن في منصات موجوده خاصه بيتم عرض عليها العقارات، سواء ما بين البيع ما بين الشراء ما بين التاجير ما بين الاشكال المختلفه لتداول العقار في مصر وتداول الاراضي في مصر. ومش يعني شايف عمليه استخدام التكنولوجيا مبدئيا في هذا الموضوع. التكنولوجيا خلاص بقت في كل حاجه موجوده في حياتنا، بل بالعكس ده احنا يعتبر رايحين لمراحل اقوى في التكنولوجي الفتره اللي جايه، الذكاء الاصطناعي والكلام دوت. فلا بديل عن التكنولوجي في كل حاجه بقت موجوده. وزي ما حضرتك قلت فعلا في منصات كتير امتلكت، لكن ممكن تكون هي منصات مش مصريه بالاصل. فليه لا ما يكونش عندي منصه عقاريه او مصريه تابعه لوزاره كبيره زي وزاره الاسكان وبيدعمها السيد الرئيس وبيدعمها المنظومه الحكوميه بالكامل. فبالتالي انا النهارده بحاول اشتغل في اطار قانوني يوازي الاخطاء اللي موجود ويمكن يفوقه. يعني يمكن في فتره قريبه نلاقي ان المنصه العقاريه المصريه فقط كل المنصات اللي موجوده، ده نتمناه. احنا دايما بنحاول نشجع المنتج المصري، دايما بنحاول نشجع الحاجه المصريه، فمش هنشجعها بالكلام، لا هنشجعها بان احنا بالفعل نكون متواجدين عليها. لكن زي ما حضرتك لفت نظري من شويه نقطه التسعير، لو المنصه قدرت ان هي تحكم التسعير وتوفر مميزات مش متواجده في منصات اخرى، اوعدك باذن الله. المنصات الاخرى ملهاش دعوه بقصه التسعير، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على هذه المنصه، منصه حكوميه، واعتقد ان هي هتبدا بالتسويق للاشياء يعني المرخصه في مصر. احنا كان يمكن دكتور شريف الشربيني بيتكلم في المؤتمر على فكره ان الكود القومي او الرقمي لكل وحده، وتكون هذه الوحده مسجله ومعروفه ومعروف من صاحبها وارتباطها عشان تبقى العمليات مقننه. وده هيساعدنا بشكل كبير، لان دي كانت مشاكل زي ما حضرتك قلت كده، مشاكل امام مستوردي العقار. يعني واحد مصري عايش في الخارج بينزل مصر يجي يدور على شقه يلاقيها مش مسجله، يلاقيها مش عارف ايه، بيتم التعرض ليه، مش هنقول عمليات نصب، ده عمليات تضليل، بتبقى فيه مشاكل. فكره ان يكون عندنا منصه هذه وشامله، ده من وجهه نظرك فكره يعني خلينا نتكلم على فكره التسويق العقاري العالمي. هو انا برضو عايز الفت نظر الناس لحاجه. احنا النهارده مثلا دخلنا على المنصه ديت وليكن مشروع معين. المشروع دوت احنا مش هتقدر المنصه تتابعه لحد التسليم، فانا عايز اخلي مسؤوليه المنصه من بعض النقط اللي ممكن تحدث في المستقبل، ومنها مثلا ان مشروع ما ورقه القانوني خلصان لكن ما سلمش. فبالتالي احنا المنصه هنا بتتواجد لاليات معينه زي ما حضرتك بتقول، بتدعم افكار معينه، وهي الاستثمار عن بعد. الناس النهارده اللي بتصدر لها العقار من بره مصر، انا موجود عندي الناس دي، رجعت اوراقها القانونيه، رجعت الكلام ده كله، فهم متواجدين في الاطار القانوني اللي انا بطلبه منهم. لكن مش هنقدر نحارب. ما هي دي نقطة لازم نوجه أنظار يعني العاملين على المنصة. مظبوط. هل أنا هدخل مشاريع ما زالت في قيد التطوير أم مشاريع منتهية تبقى الوحدة؟ أنا منزل وحدة على المنصة اللي هو المشتري هيدخل يشتري دي زي ما اكون بشتري بالكريدت كارد، او انا دخلت اتعاقدت على ديت، فانزل مصر الاقي نفس المواصفات نفس الحاجة استلمها بالمفتاح. نتيجة سريعة؟ لا، في مشاريع كتير قيد الانشاء هتكون متواجدة على المنصة. يعني انا بصيت في الفترة اللي فاتت على المنصة بعد الانطلاق طبعا، وراجعت بعض النقط اللي متواجدة فيها، هي بتعرض لمشاريع لسه قيد الانشاء او تحت الانشاء. فبالتالي ده انا برضو زي ما حضرتك قلت بنلفت النظر، يا جماعة ناخد بالنا احنا النهارده المنصة اللي بتواجد عليها عقار او بتواجد عليها شركة، ده لازم يبقى فيه مسؤولية بعيده تماما عن المنصه وعن القائمين عليها. احنا بنحاول نسهل للناس اللي بره ان هم يشتروا، بس هل ممكن هيكون في مراجعات؟ وارد النهارده في المنصه هيبداوا مثلا يراجعوا. مش اي مشروع ينزل عندي انت مين ثابت اعمالك، انت شغلك ايه، عشان اقدر احطك على المنصه عندي وارشحك للعاملين بالخارج او ارشحك للمستثمرين بالخارج. وارد يكون في الافكار دي. فاحنا بنتكلم دلوقتي، هو احنا بنقول بس عباره عن عصف ذهني، بنقول بعض النقط زي ما حضرتك قلت لسه الموضوع في اطار التمهيد، ربما الكلام اللي احنا بنقوله يستفاد منه القائمين على المنصه، لكن بنأمل باذن الله ان المنصه تكون زي ما كان عليها 8 مليون ممبر النهارده او عضو متواجدين لخدمات ثانيه. الاستثمار العقاري يدفع جميع المصريين ان هو يتواجد على منصه زي دي لو وفرت له كل ما يتمنى وكل ما يطلب، سواء من قانونيه، سواء من تسعير، سواء من تسليم، سواء من اسلوب تعامل مختلف.
اكيد المنصه هتنجح لو التكنولوجي دخلت فيها بشكل دقيق وناجح، وقدرنا نطور من اي اخطاء سابقه ممكن نكون حاولنا نعملها، ويبقى دايما القائمين عليها ناس عندهم تكنولوجي عاليه، عندهم افكار جديده، عندهم وعي باللي بيحدث في الخارج علشان دايما يطوروا من المنصه. طيب خلينا نتكلم على السوق العقاري في مصر والتخوفات الكبيره اللي ظهرت مع ارتفاع الاسعار والتضخم وارتفاع اسعار المواد البناء وعمليه التسويق، وبنشوف شركات كتيره بتعرض دلوقتي فترات طويله للتقسيط بدون فوائد وغيره عشان يخرجوا من قصه ما يسمى بالركود العقاري او التخوف من دخول في الفقاعه العقاريه. الفقاعه العقاريه طبعا بنقول للناس ان هي فكره ان انت تشتري حاجات وبعد كده ما تقدرش تسدد، فيبقى المعروض اكتر من اللي يقدر يشتري، فتحدث مشكله. شايف السوق العقاري الان ازاي ونقدر نخرج من هذه المشاكل اللي ممكن تواجهنا مستقبل، خاصه طبعا مع المشاكل الجيوسياسيه اللي حوالينا؟ وانا اخد من نهايه كلام سيادتك وابدا. المشاكل الجيوسياسيه تمام، هي دي اصلا اول حاجه خالص احنا لازم بنحطها في الحسبان. طبيعي جدا احنا في منطقه مليئه بالمشاكل، حوالينا كم مشاكل ربنا يكون في عون البلد عليها. فاحنا بنطلق منصه، احنا شغالين، احنا بنبني، ده لا يغفل عنه بصراحه، يعني برضو ده عمل وشكر لازم يصل لكل الناس اللي عاملين عليه. ننتهي من دي نروح للنقطه العقاريه. الاسعار العالميه والفايده العالميه والفدرالي اللي زود الفايده بعد 2022 وصلها ل 2%، وبدا العالم كله يرتبك بعديها. سبب تاني اسعار المواد الخام اللي تزايد بشكل غريب. يعني احنا لما نتكلم عن حاجه من 2000 ل 40,000، فطبيعي جدا ان انا الاقي النهارده السوق العقاري مرتبك ومش في احسن احواله. في شركات كتير بدات تفكر بره الصندوق وتحاول توصل لفترات سداد طويله 10 سنين 12 سنه، ناس بتخلي الداون بيمنت او المقدم بسيط 0 او 2% او 3%. بس اسعار الوحدات نفسها بقت عاليه جدا على المواطن العادي. هو ده اللي انا المتوسط وفوق المتوسط، هو ده اللي انا بفكر فيه. لو في افكار بديله، كنا طرحنا افكار قبل كده، قلنا يا جماعه لازم يبقى في افكار بديله لان المطورين ممكن يخشوا في ازمه. النهارده في ناس كتير بدات تفكر ان انا ايه اللي يخليني اروح لمطور، فبيجمعوا بعضيهم ويجيبوا الارض ويبنوها اتحاد ملاك فبالتالي بيحاولوا يوفروا، وبالفعل بيوفروا، بيبقى ما يقرب من 50% توفير بالنسبه لهم. هتقول لي اصل هو كده بيبقى عنده ريسك ان هو بيبني بسرعه، لا، هم بيتفقوا على مده هنبني في 3 سنين وليكن، فاحنا محتاجين كل واحد يوفر المبلغ ده في خلال 3 سنين. فانا لازلت بدي الارم للمطورين، لو تقدر ما تكسبش 500%، حاول تساعد الناس وتوفر لهم. مش بس انا قلت على فكره ال10 سنين وال15 سنه هي جميله وحلوه وانا راضي عنها، بس في ناس كتير حتى السعر زي ما معاليك بتقول يا حسام دي مش مناسب معاه. انت بتبيع لي النهارده شقه وليكن ب 8 مليون ب 10 مليون، انا مش هقدر اوفر الرقم ده على 10 سنين، على 10 سنين ولا حتى 3 4 مليون، لان في الاخر انت حتى الضغوط الموجوده، المرتبات، لان في اغلب الناس الفئه المتوسطه دول موظفين اذا كانوا في حاجات خاصه او يبقى قلنا ممكن ظهور فكره اتحاد الملاك هتغني كتير عن مشاكل المطورين والاسعار العاليه. في فكره تانية يمكن انا برضو بطرحها مع سيادتك، وهي فكره ان احنا نلاقي حد شغال تمويل عقاري صح. لو لقينا الدولة بترعى فكرة التمويل العقاري بشكل أقوى من كده شوية، وده أسعار تنافسية بتقدم للناس اللي عايزين يشتغلوا بشكل صحيح. الله ينور عليك. هنلاقي النهارده إن الوحدات الفرايتي أو الكتير عندي معروض، وتحت الإنشاء هيتم الاستغناء عنه بنسبة تخوف المطور. بالتالي النهارده أنا ممكن أروح لحلول مختلفة. ما أنا عندي حد بيخش السوق العقاري في مصر عشان يكسب 1000%. طب يا فندم البلد، طب يا فندم المواطن، يا فندم المواطن، يا فندم انت هتتأثر في الاخر. انا عشان بتابع السوق، عارف سعر ارض، عارف هو المفروض يبيع بكام، فبزعل. مش لازم تبيع بالرقم ده. انا بتحوط يا باشمهندس مجدي والله غصب عني، انا خايف من الاسعار اللي ممكن تحدث في المستقبل. يا فندم ممكن تشتغل بفكر عم محمد اللي كان بيقعد قدام العماره ويبنيها شويه لحد ما نعدي من الازمه دي. عم محمد كان بيعمل ايه؟ كان بيبنيها على سنه ويبيع باقل سعر. يعمل كده بدل ما تبيع الشقه محمل عليها ل 10 سنين ب 8 مليون، بحالة 1.5 مليون بس على سنه ونص سنتين، الزبون هياخدها منك ويبقى مبسوط. او اجيب فكره التمويل العقاري زي ما قلت، اجدد التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري واشجع البنوك، لان البنوك ما زال عندها مشكله في فكره التمويل العقاري، ان هو عايز يضمن حق البنك
في ان هو هذا العقار يكون مسجل وغيره وغيره وغيره، وان انا في الاخر لو حصل اي تنازع عليه هيبقى ده ملك البنك. فدي برضو مشاكل. حتى قيمه التمويل العقاري اللي احنا بنتكلم عليها كحكومه اللي هو ال1.400.000 ما عادش شقه حتى حكوميه ب1.400.000، اللي احنا بنتكلم في 3% وبعدين ندخل على 8%. الاسعار نفسها بقت اعلى من كده بكتير. تعال نفكر ان مش ايه اللي حصل، تعال نفكر ايه اللي ممكن. الله ينور عليك. تعال نفكر ان انا بقول دلوقتي كتير من الناس يا جماعه مطورين بداوا يلجأوا لاتحاد الملاك، وده مزعج بالنسبه لكم. كتير من الناس بتفكر تدور على التمويل العقاري، ويا ريت ندعم التمويل العقاري لان هو هيكون حل للازمه اللي متواجده فيها مصر في الفتره الحاليه. احنا عندنا شريحه كتير عايزه شقق. في بعض المطورين اقوياء بيقدروا يبنوا المشروع بالكامل ويقدروا يشطبوه كمان، دخلوا تمويل عقاري. لو انت عندك القدره الماليه كمطور ان انت تبني المشروع وتشطبه، دخلوا تمويل عقاري. انت ولك اكيد متراجع ومراجع وقانوني، دخلوا تمويل عقاري، ساعد الناس شويه. هو النهارده لو دخل مثلا الوحده ب 8 مليون دي بس على 30 سنه وقدر يجيب لها مثلا فايده بسيطه ولها بنوك معينه تقدر تدعمها، ادي فكره. التاني ممكن لما يجي يقعد يحسب على 30 سنه هيلاقي الامور اسهل شويه. على 20 سنه ما هو هعمل ايه؟ ما انا غصب عني انا بحاول افكر مع المواطن. حضرتك بتصارحني وبتقول لي الاسعار فعلا عاليه، وانا عارف ان الاسعار عاليه على الناس. هنعمل ايه؟ هيبداوا يلجأوا ان هم يشتروا بره مصر مثلا؟ ما احنا مش عايزين نوصل لده. احنا كل يوم بيولد عندنا تقريبا ما لا يقل في كل منطقه عقاريه ما لا يقل عن 100 مشروع جديد. احنا لسه عندنا، انا مثلا كمتخصص في غرب القاهره اكتر مكان عندي 300,000 فدان ما اتبناش منهم 1000. يعني لسه عندي 299,000 فدان المفروض يتبنوا، ووصلت الاسعار 8 مليون في الشقه و10 مليون في الشقه، وفيلا ب 10 مليون وب15 مليون في ارض رخيصه، ارض فعلا رخيصه مش غاليه. طب ليه؟ امال انا بقى لما اوصل ل 50% مباني هبيع بكام؟ اما انا الصحراء دي لما تبدا تتعمر هبيع بكام؟ فبالتالي انا بدور والمنصه متواجده علشان تصدر العقار بره مصر عشان نزود ريت المبيعات جوه مصر. لكن حتى المصري او الغير مصري اللي بره ممكن يقعد يعمل مقارنه ما بين ان هو يشتري عندك في المشروع بتاعك اللي انت بتبيع له فيه شقه 110 120 متر ب 7 8 مليون من مشروع تاني. انا دايما خوفي وحرصي على بلدي ان هي تكون هي اللي بتاخد المستثمر، هي اللي بتنتج، هي اللي بتنجح. بزعل على ان الشخص ده بيبيع بالاسعار ديت وبيبعد عنه. وبعدين هو لو يشتري ب 7 8 مليون هنا هوت مقارنه بالدولار، هو ممكن يشتري دي في اي دوله قريبه مننا. تمام، هو ده الخوف. بنفس السعر، مش هقول لك باقل منه، بنفس السعر، بس ضامن وعنده كل حاجه وبيتكلم، هو بيجي يستلم على المفتاح زي ما بنقول. فكره بقى المنصات لما كنت بتكلمني على عم محمد، الناس اللي بتبني بنسميه البنى البلدي، مش عايزين نقول عشوائي. في المناطق العاديه اللي هي العمارات اللي كذا ممكن يكون فيها جزء غير مسجل، وندخل بقى في موضوع التصالح وغير التصالح والكلام ده كله. هل حاجه زي كده تساعد او تزود؟ وفكره المطور العقاري اللي بيرفع اسعاره بشكل كبير جدا والناس مش هتقدر تشتري عنده، فبدات تتحول للشراء بالطريقه البلدي العاديه. هو الطبيعي ان احنا مع زياده المشاريع اللي بتولد في السوق دي لازم يكون في افكار جديده. لازم المطورين ما يتعنتوش في ان هو ده السعر، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش عاجبك. انا متابع السوق، ريت المبيعات بقاله اراوند 6 شهور اقدر اقول للاسف في بعض الشركات ما بيتعداش من 5 ل 10%. ممكن اقل من كده، وده خطر. احنا معديين بسيزون، انا عندي الصيف سيزون، فما كانش ينفع ان النهارده بعض المشاريع تبقى بالسعر ده. فبالتالي لازم يبقى في افكار بديله، لا الا هنلاقي ان في فئات معينه في الشعب ما بقتش قادره ان هي تشتري اصلا خالص. فبالتالي هم يفضلوا موجودين مع الناس بقى اللي للاسف بيبيعوا بالمخالف واللي بيبيعوا بورق مش قانوني. هيعمل ايه؟ ما هو ما عندوش حل. صحيح، ما عندوش حل. هو عايز يجيب له ابنه شقه، فمضغوط في ان بينزل السوق العقاري الجديد بيلاقي اقل شقه ب 2 3 مليون. هو كان حاطط في حسبته مثلا 500 600 الف، فبيبدا يفكر ما يلاقيش غير عم محمد او عم احمد او عم علي، اي حد اي مكان اسمه مين، هو ده اللي بيبني العماره دي، وقام مفرحه بالسعر القليل، بس هو يا عيني ما قدرش حتى يراجع الورق، خوفا ان الورق يطلع وحش فيتراجع. مش عايزين نوصل لمشاكل قانونيه عقاريه تزيد. احنا الحمد لله قانون التصالح عدى كتير جدا من الاخطاء اللي كانت متواجده في الماضي، فمش عايزين نرجع لها تاني. في مدن كتير جديده اتفتحت، عندنا ألوفات الفدادين اتفتحت، نحاول نساعد. اتمنى ورساله لباشمهندس شريف الشربيني، نحاول احنا هو ده دور الدوله دلوقتي. انا بقى هقولها لك مباشر،
ده دور الدوله. انا اللي هلزم المطور انه يتراجع في الاسعار. انا عارف ان للاسف حتى المطور العقاري الحكومي هو بيبدا يعلي الاسعار، بس لا، تعال نفكر بره الصندوق شويه. انا النهارده ممكن اكسب مليارات من ورا ان انا اخش ابدا. انا كده عندي شركاتي وشغال وعندي الاراضي تعال اخش نافس. تعال خد انت الخطوه والمبادره، وحط كوزاره الاسكان حاجات تخلي كل المطورين يقولوا انا مش هعرف ابيع جنب الدوله. ده هي بتبيع بسعر كويس، ده هي عامله خصومات حلوه قوي، ده هي عامله تمويل عقاري قوي زي ما بنشوف في المشاريع، بنت وشطبت فشغلت المشاريع بتاعتها تمويل عقاري. ليه لا؟ ما انا عندي الارض وعندي كل حاجه، بل بالعكس ده انا هكسب وهكسب اكتر من اي حد تاني. احنا بنقول المستثمر او المطور احنا مش عايزين نحاول نضايقه او نبعده عن السوق، لكن لما يكون المطور او المستثمر بجد هو اللي بيحاول يعمل سمعه مش كويسه عن السوق العقاري في مصر ويضرب في السوق نفسه. لازم يقف. انا بشكرك المهندس مجدي منصور خبير التنميه العقاريه، شكرا جزيلا لحضرتك معايا. اهلا بيك.